اتكلمنا قبل كده عن مخلوقات اسطوريه مرعبه من الوطن العربي، وبرضه اتكلمنا عن مخلوقات اسطوريه من جميع انحاء العالم، واتكلمنا برضه عن مخلوقات اسطوريه بتعيش في البيوت من جميع انحاء العالم. المره دي بقى هنسيبنا من المخلوقات خالص ونروح للطيور، طيور اسطوريه من جميع انحاء العالم. نخش في الانترو على طول ونبدا الفيديو. حبيت ابدا معاك بحاجه لازما وابدا ناكد انها عربيه 100%، طائر العنقاء او فينيكس زي ما الغرب بيقولوا عليه، واللي لازم ناكد ان طائر العنقاء هو طائر عربي. وبعد كده بقى الغرب خدوه. في الاساطير العربيه العنقاء هو طائر انثى، بيتقال انه مش بيظهر غير مره واحده كل عصر، والمكان الوحيد اللي انت ممكن تلاقي فيه العنقاء هو المكان اللي بيغرب فيه الشمس او اللي بتغرب فيه الشمس. في الاساطير الغربيه بقى ففينيكس هو طائر اسطوري بيرمز للولاده ما بعد الموت والبعث، موجود في عدد كبير من الاساطير والفولكلور حوالين العالم. ورقم 3 معانا وهنكمل زي ما احنا في الاساطير العربيه، عندنا طائر الرخ، هو طائر بحجم عملاق قادر انه يشيل فيل كامل النمو لوحده. ورقم 4 الغراب ابو 3 رجول، بيعتبروه رسول في اساطير شرق اسيا، وكانوا بيعتقدوا انه عايش في الشمس. ورقم 5 امبوندولو، طائر بحجم الانسان في اساطير جنوب افريقيا، بيتقال انه بيقدر يستدعي البرق والرعد، وده لما بيطير ويرفرف بجناحه. ورقم 6 ناين هيدد بيرد او ناين فينيكس، طائر في الاساطير الصينيه، عنده 9 رؤوس والريش بتاعه متغطي باللهب. ورقم 7 الكونوست في الاساطير السلافيه، هو طائر براس امراه وبتطلع اصوات جميله جدا، وبحسب الاساطير فبيتقال ان الناس لما يسمعوا صوتها بيتسحروا وينسوا اي حاجه، مش عايزين حاجه تانية غير ان هم يسمعوا صوتها بس. ورقم 8 جريفين، وده مشهور عموما، مخلوق نصه اسد ونصه نسر، وكان موجود في عدد كبير من الاساطير والفولكلور حوالين العالم. ورقم 9 كالادريوس، طائر بريش ناصع البياض في الاساطير الرومانيه، بيتقال ان كالادريوس عنده قدرات علاجيه فريده، وانه قادر انه ياخد المرض نفسه ويطير بيه. ساندر بيرد او طائر الرعد، راح على شكل طائر في الاساطير الامريكيه الاصليه، وكانوا بيعتقدوا ان البرق بينور من منقاره والرعد من صوت رفرفه جناحه. ورقم 11 جارودا، ملك الطيور في الاساطير الهندوسيه، شكله شكل نسر بس بحجم كبير شويتين 3. ورقم 12 سمير، طائر عملاق خير في الاساطير الفارسيه، بيتوصف على انه طاووس براس كلب ومخالب اسد. ورقم 13 تينجو، نوع من الكائنات الخارقه المؤذيه في الاساطير اليابانيه، كانوا بيعتبروه تجسيد لروح شخص كان قوي ومتعجرف في حياته، وبيتصور تينجو على انه نص مخلوق بشري شيطاني ونص طائر بمناخير طويله. رقم 14 هيبو جريفين، نص جريفين ونص حصان، وبينتج عن طريق تزاوج الجريفين مع الحصان، وعلى حسب ما انا فاكر ظهر في هاري بوتر. ورقم 15 اهول، طائر مجنح خفي في الاساطير الاندونيسيه، بيوصفوه على انه خفاش عملاق او قرد عنده اجنحه وقادر على الطيران. ورقم 16 ابن بلادنا البار بينو، طائر مصر قديم مرتبط بالشمس وقصه نشأة الكون في الاساطير المصريه القديمه. ولو عايز تعرف قصه بينو فانا شرحت 5 قصص عن نشأة الكون في الاساطير المصريه القديمه، منهم قصه بينو، هتلاقي الفيديو هيظهر في الاي اللي هنا او هنا، الله اعلم هي هتظهر منين. ورقم 17 ديفل بيرد، طائر من الاساطير السريلانكيه، بحسب الاساطير بيتقال ان صرخه من صوت الطائر ده هي نذير الموت. ورقم 18 هاربي، جسم طائر ووش امراه في الاساطير اليونانيه. ورقم 19 فاليرفين، غراب خارق للطبيعه في الاساطير الدنماركيه، بحسب الاساطير فالغراب ده قادر انه ياخد شكل فارس بعد ما ياكل جثث الفرسان الموتى في ساحه المعركه. ورقم 20 اليكانتو، في اساطير وفولكلور تشيلي، وهو عباره عن طائر ذهبي بريش معدني وبيتغذى على الذهب والفضه بس. ورقم 21 كنارا، موسيقي في الاساطير الهندوسيه والبوذيه، نصه بشر ونصه طائر. ورقم 22 انميونجو، مخلوق اسطوري من كوريا، بيصور على انه طائر بوش امراه يقدر انه يعيش ل1000 سنه. ورقم 23 جامايون، طائر براس امراه في الاساطير الروسيه، بيتقال انها تعرف كل حاجه عن العالم وعن البشر وعن المستقبل. ورقم 24 في الاساطير الالمانيه والنمساويه نختخاب، ومش هنطقها تاني عشان الكلمه دي صعبه قوي بالنسبه لي، هي لغه كلها صعبه اساسا. بحسب الاساطير فنظره واحده في عين الطائر ده هي معناها الموت. ورقم 25 رارو او راروج، شيطان ناري في الاساطير الاوكرانيه والتشيكيه والسلوفاكيه، غالبا ما بيصور على انه صقر ناري. ورقم 26 هاكاوي، مخلوق اسطوري في اساطير شعوب الماوري، بتوصف على انه طائر عملاق شبه النسر. ورقم 27 وفي شرق اسيا كالافانكا، مخلوق اسطوري خالد، بيتوصف على انه طائر بوش بشر وبديل طويل. ورقم 28 في الاساطير السومريه انزو او انزو، طائر العاصفه وتجسيد الرياح والغيوم الرعديه. ورقم 29 شاماروش او شامروش، طائر اسطوري في الاساطير الفارسيه، بيتوصف على انه جسم كلب وراس نسر وعنده اجنحه. ورقم 30 جاندا بيروندا، طائر في الاساطير الهندوسيه براسين، وبيعتقدوا انه عنده قوه سحريه جباره. ورقم 31 هوين اند موين او هوين اند موين تقريبا، جزء من الغربان في الاساطير الاسكندنافيه او النورس ميثولوجي، خد اللي انت عايزه، بيطيروا في جميع انحاء العالم عشان يجمعوا اخبار العالم ويبعتوها لاودين، كبير الهه الاساطير الاسكندنافيه ولا اله الا الله طبعا. ورقم 32 لوان، طائر اسطوري في اساطير شرق اسيا، بيتقال انه طائر بيطير وهو شايل درع وتعبان
التعبان وبيقتل التعابين تحديدا. ورقم 33 مينوكاوا، طائر عملاق شبه التنين في الاساطير الفلبينيه القديمه. كانوا بيعتقدوا انه عملاق جدا لدرجه انه قادر انه يبلع الشمس او يغطيها، وده طبعا تفسيرهم لظاهره الخسوف. وكانوا بيعتقدوا انه بيعيش في الفضاء وقادر انه يبلع الشمس والقمر، وبيحاول انه يبلع الارض بس ما بيعرفش. رقم 34 بينج، وهي سمكه عملاقه في الاساطير الصينيه، بيتقال انها عندها اجنحه او بتقدر تطير عن طريق الزعانف بتاعتها. ورقم 35 باسان، فرخه. ايوه فرخه، بس فرخه ضخمه حبتين ثلاثه في الاساطير اليابانيه، وبيتقال انها بتقدر تطلع نار من بقها. ورقم 36 اشيلا بوبا، طائر اسطوري ضخم عنده ريش ملون بالوان قوس قزح، والريش بتاعه حاد زي السكاكين. الجماعه اياهم لو سمعوا خبر عن الطائر ده هياخدوه رمز ليهم. ورقم 37 هوما، طائر اسطوري في الاساطير الايرانيه، بيتقال انه طائر ما بينزلش الارض نهائي، بيفضل يطير في السماء لمدى عمره او طول حياته، وعشان كده من المستحيل ان انت تشوفه. ورقم 38 ادريان ياكور او ياكوربا تقريبا، طائر اسطوري في الاساطير الويلزيه، وهو نزيل للموت، بيتقال انه بيفضل يصيح قدام بيت الشخص اللي هيموت، وعلى حسب وصفه فانه طائر ملوش اجنحه ولا ريش. وهنرجع تاني للعنقاء او فينيكس في رقم 39، بس المره دي في تركيا، كنرال او كنرال، طائر معمر في الاساطير التركيه، وكالعاده مرتبط بتجديد العمر والولاده من جديد، وهو النظير التركي للعنقاء والفينيكس. ورقم 40 بامولا او بامولا، طائر اسطوري في اساطير شعوب ابياناكي، وبيتقال ان حضوره بيسبب الطقس البارد والتلج، وبتوصف على انه براس غزاله وجسم انسان ورجل واجنحه نسر. ورقم 41 راين بيرد او طائر المطر في الاساطير الامريكيه الاصليه، طائر اسطوري مرتبط بالمطره وجلب الحياه، وده عن طريق ان هو بيسقي النباتات بتاعتهم، فعشان كده بيقولوا عليه جالب للحياه. ورقم 42 سايرين، طائر اسطوري في الاساطير الروسيه، بوش امراه وجسم طائر في الاغلب بومه، بيتقال انها بتغني اغاني جميله جدا وتجذب الرجاله اللي بيسمعوا اغانيها لموتهم. وعشان تفوق من وهم السايرين لازم تطلع اصوات عاليه زي اصوات المدافع او اصوات الاجراس، عشان دي الاصوات اللي بتضايق سايرين وتخليها تبطل غنى وتطير بعيد. 43 هنكمل مع روسيا برضه، جاجانا او غاغانا تقريبا، طائر خارق عنده منقار من حديد ومخالب من النحاس. ورقم 44 هولا واكا، طائر اسطوري من اساطير اثيوبيا، كانوا بيعتبروه رسول من الالهه، وطبعا لا اله الا الله. واخيرا رقم 45، يابا الواحد زوره تعب والله. تشيكارني، طائر اسطوري في اساطير جزر البهاما، بتعيش في الغابات وبتتوصف على انها بومه بس بطول 3 اقدام، وبحسب الاساطير فلو في شخص مسافر في الغابه وقابل فراخ، لو عامل الفراخ دي كويس فتشيكارني بتديله الحظ الكويس والتوفيق في رحلته، ولو عاملهم وحش فتشيكارني بتلعنه وتديله سوء الحظ طول رحلته. وبس فيديو خفيف لطيف ظريف بمناسبه ال9 كيلو سبسكرايب خوي. اتمنى فعلا لو الفيديو ده عجبك ما تنساش لايك كلمتين، كومنت تقول لي رايك في الفيديو، لو اول مره تشوف الخلقه الكريمه دي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول، ولو ليك حد من اصحابك مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي شير معاه الفيديو. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام. في الاخر حبيت اقول لك ان دي كلها اساطير خرافات مش موجوده كده، عشان ايه؟ بس عشان ما حدش يقول لي ما فيش الكلام اللي انت بتقوله ده، ما هو ما فيش فعلا الكلام اللي انا بقوله ده، وبس.